استاذ نغم الحمد لله على السلامه. انا يا محمد. استاذه نغم. ايه يا سيد، انت رايح فين دلوقتي؟ راح اصلي. رايح ايه؟ تصلي؟ رايح تصلي؟ طب والشغل؟ سايب الشغل ورايح تصلي؟ بعدين ما تصلي هنا في الشركه، ايه اللي مخليك تطلع بره؟ انا طبعا قلت اصلي، ما هنا مفيش مسجد في الشركه، قلت اروح اصلي وانت عارفه ده صيام. لا هي الحكايه ان المديره بتاعت الشركه مش موجوده، فاي حاجه بقى ايه تتعمل عادي، ما حدش هنا، ما مش هتشوف حد رايح ولا حد جاي، فامشي بقى براحتي واطلع بره اصلي واعمل اللي انا عايزه. سيد انت مخصوم منك 5 ايام وتعالى لها المكتب. وفي ايه؟ معلش اقعد انت، خلي بالك من شغلك، ماليش دعوه انت باي حاجه. لا ازاي؟ خد بس ما تزعلش نفسك، وعايزك تدخل كده بالهداوه وبالسياسه، ما تشدش معاها، ده اكل عيش فرض ربنا، واخد العيش ومر. فرض ربنا الناس تتكلم فيه، ما انت عارف انها مفتاح وصيام. معلش قلت اصلي في الجماعه. معلش لا اله الا الله على كده. معلش يلا زي بعض. اقعد انت، مالكش دعوه انت باللي بيحصل. اجي معاك طيب ولا حاجه؟ هتجي معايا تعمل ايه؟ اسكت يا ابني، اقعد بس، مالكش دعوه. انا بقى مش بتصرف معاك انت يا عم سيد النهارده. يا استاذه نغم. ايه يا استاذه نغم؟ انت مش شايف الارض عامله ازاي؟ واللي عملها كده؟ مين اللي عملها؟ مش عارفه والله مين اللي عملها، انا اللي عملتها، جيت عملتها ومشيت. عم سيد انا لسه جايه الشركه حالا، ايه ده ينفع ده؟ انا مش عارف مين اللي عمل كده. مين عمل كده بس؟ والله مش عارفه مين عمل كده، مين اللي مسؤول عن الشركه وانا غايبه. وفالح بس عايز تطلع تصلي لي وتطلع بره الشركه وسايب الشركه تضرب تقلب. معلش يا استاذه نغم. لا ده ال5 ايام كده شويه عليك. حقك عليا. انت مخصوم لك 10 ايام. انا مش عارف بس مين اللي عمل كده بس؟ مين اللي بهدل الدنيا كده؟ انت ده بتسالني انا ما كملتش دقيقه واحده. اسالني انا السؤال ده يا عم سيد، السؤال ده تساله لنفسك. شوف انت كنت طالع بره الشركه وسايب مين يبهدل المكتب بتاعي كده؟ انا اجي الاقي المكتب بالمنظر ده ينفع؟ دي شركه دي ولا ايه بالظبط؟ مفيش حد بيخش مكتبه وانا غايب، واي حد بيخش مكتبي بينادي عليا. واي حد بيلقى مكتبي مفتوح. مش عارفه بقى كائنات خارقه مش هي اللي موجود. دخلت وعملت اللي حصل ده. محدش بيدخل. عم سيد انت مخصوم منك 10 ايام بسبب الفوضى اللي انت جيت شفتها دي. ماشي. مش 5 زي ما قلت لك بره، لا انت تستاهل 10 عشان ما اجيش اشوف المنظر ده تاني. احنا في شركه ولا في ايه بالظبط؟ فهمني كده. انا عاوز اسالك سؤال، بتعاقبيني على الصلاه بتاع ربنا؟ فرض بتاع ربنا؟ لا يا عم سعيد مش بعاقبك على فرض ربنا، فرض ربنا ممكن تصليه في الشركه، انا بعاقبك على الاهمال، انك تسيب الشركه وتطلع بره في ساعات العمل اللي وهي شغاله. ما ينفعش تسيب الشركه كده، سيبها اللي يدخل يعمل كده. لا اذا اصلا ما كنتش انت اللي عامل الموضوع ده. ايوه انت بتدور على الدوسيهات واخدها معاك ولا كنت بتعمل ايه بالظبط؟ انا اعمل كده؟ احلف لك يا بنتي على كتاب الله ما عملت كده. له مؤاخذه يا استاذه، انا اسف. عم سيد انت هدرت معايا كهربا كتير، انا تعبت. اتفضل يلا اتفضل. ماشي. سيب كل حاجه اهو، يلا اتفضل. ابعت لي الاوفيس بوي. ايه ده؟ شركه دي ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واشهد ان لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه ده اللي على الصبح؟ فين الفطار؟ مش متعود كل يوم اقوم الاقي الفطار قدامي. اعوذ بالله من غضب الله. يا ابني في ايه؟ حرام عليك، صبح ايه ده؟ احنا دخلنا على العصر. انا عايزه افهم دلوقتي، انت لسه نايم لغايه دلوقتي يا ابني؟ ما انتش حاسس حتى بالوقت. انت بقيت راجل قد الدنيا اهو، اشتغل بقى وساند ابوك وساعده. اشتغل ايه ياما؟ بقول لك اصحابي اللي زي معاهم عربيات بره، مش عارف ابويا ليه ما بقاش غني. انا مالي ومال اصحابك ومال الاشكال اللي انت بتمشي معاهم، الله اعلم جايبينها منين. دكنين قرشين على جنب، هاتوا لي عربيه وانا هشتغل اوفر زي اصحابي اللي شغاله دي. مدكنين قرشين منين؟ منين يا حسره؟ ده احنا ربنا اللي عالم، اللي جاي على قد اللي رايح. ابوك ظهره مكسور في الشركه اللي هو شغال فيه، يا دوب على مصاريف البيت وهنا وهنا، ولا مصاريفك انت. لو كان جاب بيت ما كانتش شايلته الهم بالمنظر ده. بيت؟ امال ايه؟ ما هو ده اللي ناقص.
النبي بقول يا لك رب إيه؟ عوض عليا يا رب. بقول لك ايه، شوف لي بس 200 جنيه عشان الراجل بتاع السوبر ماركت اللي عندي فلوس. هو انت ليه بتتضايق من السوبر ماركت؟ ما انا كنت جاي بالليل وعطشان وعايز اجيب عصير وجبت عصير، ايه يعني اللي حصل؟ ب 200 جنيه؟ ما انا عزمت اصحابي. حسمت اصحابك؟ اه طب يا اخويا اللي بيتفشخر من جيبه، مش من جيب امه وابوه. والله بقى هو اللي حصل كده بقى. هتديني 200 جنيه ولا راح الثوره قدام المحل؟ ايه الثورك دي؟ اهو هم اللي علموني كده اصحابي. طب واصحابك دول اللي تمشي معاهم؟ يا ابني احنا ناس غلابه ماشيين جنب الحيط، تجيب لنا المشاكل والوش ليه يا ابني؟ لا ده احنا إله ما إلا حلتناش الله. غيرك. صباحنا على الصبح. صبح ايه يا ابني؟ ازاي يا كريم؟ لا حول ولا قوه بقول لك ايه يا إلا بالله اما، العلي العظيم. هتديني 200 جنيه ولا هخرج ومش هاجي تاني؟ يا ابني حرام عليك، هو انت ليه بتهددني كل ما اتكلمني؟ طب هات ال انا 200. لو كنت طب جبت أقول لك لك على البط حاجة. كان نفعني. كنت دبحتيه وكلتيه. بقول لك هات ال 200 جنيه وانا هشتغل. والله دمك خفيف تصدق؟ ايه هشتغل؟ بص. بقول لك هشتغل. هات ال 200 ما انا جنيه. سمعت، ما انا عشان كده بقول لك دمك خفيف، مش بضحك على ذكر البط. اسمعني بص يا حبيبي، روح اشتغل واول قبضيه خدها لنفسك. انا مش عايزاها. اشتغل في المريشه بتاع الفراخ عند عم عاطف. ايا كان يرضيك انا اشتغل في المريشه بتاع الفراخ ياما؟ كل حاجه. واصحابه كلهم اللي انا ماشي معاهم العيال الجنت اللي راكبين عربيات يضحكوا عليا. انا مش عارفه هم ماشيين معاك على اساس ايه، والله هم غلطانين. طفوله بقى وحب ياما. دي عفونه مش طفوله. اه بص يا حبيبي، اشتغل في مصنع، اشتغل مثلا في مشتل. مشتل. اللي هو بتاع الورد والحاجات الحلوه دي. بتاع اي الورد، شغلانه طالما بالحلال يا ابني يبقى حلوه. ايوه انا اتفقت مع واحد كده بيلم ربوبواكي هسرح معاه. هات ياما 200 جنيه. استغفر الله العظيم. هات ياما 200 جنيه خليني امشي. يا ابني ما فيش غيرها في البيت هي. يا ابني حرام عليك، هتكفينا النهارده وبكره يا ابني بكره عشان اتنين نجيب اكل. ياما. بقول لك انا مشكك من الراجل. اصحابي عزمتهم امبارح. طب بتعزمهم امبارح على اكل البيت كله؟ لما صاحبي يجي بيعزمني انا بجيب لك عصير. الله ينعل ابو شكلك لشكل صاحبك. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارفه اعمل ايه يا رب. الراجل الغلبان ده هيلاحقها منين ولا منين؟ من شغله اللي مش مكفي البيت ولا ده ولا ده ولا ده كار البط اللي جابهولي. الصبر يا رب. خد يا عبد الرحمن. رايح فين؟ وايه الفلوس اللي معاك دي؟ ده 200 جنيه مستلفها من امي لحد اخر النهار. صعب مزنوق فيها. يا اخي حرام عليك، مستلفها من امك ايه؟ اكيد خدتها غصبا عنها، مفيش الا هي في البيت. لا يابا، ما انا هرجعها لها النهارده ان شاء الله. يا ابني هترجع ايه؟ لما هي ال 200 جنيه اللي هنجيب اكل وشرب بيها هنعمل ايه دلوقتي؟ نفضل صايمين يا ابني؟ ما ناكلش يابا هتفرج. وانت تاخد ال 200 جنيه تروح تصرفها مع العيال اللي ما لهاش صنف العازه. هجيب لك 50. هجيب لك ال 50. بص يا عبد الرحمن يا ابني، انت عارف انت ابني الوحيد وعاوزك تبقى راجل وتبقى كويس وترفع راسي كده. انت عارف انا كبرت وما عادش فيا بقى للكلام. ربنا يديك الصحه يابا. انت لسه زي البومب اهو. طب وانت ما تشتغلش ليه؟ يابا انت عارف ان اصحابه كلهم كل واحد معاه عربيه كيا اسراته وشغال في اوبر وكريم. انا الوحيد اللي ما معيش عربيه فيهم. طيب. قلت لك هات لي عربيه عشان اشتغل. حلو الكلام. اصحابك دول مش ناس مبسوطه؟ واحنا على قد ظروفنا. هو انت مش مبسوط ليه؟ يا ابني ربنا هو عطاني كده، اعمل ايه؟ هنكفر؟ خلاص يابا نبيع البيت ونقعد بالايجار وتجيب لي عربيه. ليه يعني ان شاء الله؟ عشان طب ما أدور- تشتغل انت. اشتغل. اشتغل انت وجاهد معايا واللي انت عايزه اجيبهولك. بص يا ابني، المثل قال لك ايه بقى؟ الجنيه اللي انت تعمله وانت صغير ينفعك وانت كبير، واللي تعمله وانت صغير مش هتعرف تعمله وانت كبير يا حبيبي. ايوه انا دلوقتي اهو كبرت وانا ما كانش في استطاعتي اللي نعمل اي حاجه، والحمد لله اللي انا ربنا قدرنا ده، انا جبت البيت هو ده احنا مدارين فيه. هو انت يابا كبرت وعجبيت؟ ما انا برضو من التفكير كبرت معاك. شوف راسي سقطت يابا. لا، فاللي انت اشتغلته فاللي انت عملته يا ابني. انا ما اشتغلتش يوم، بس انا طول النهار اصحابي مرتاحين يابا وانا اللي مش مرتاح. سيبني يابا انا تعبان. يا ابني ما تتعبنيش معاك، ما وراكش الا النوم كده، حرام عليك. بقول لك ايه يابا، امي كانت عايزاك عشان اتلسعت من الزيت. اجري بسرعه شوفها. دي اخرتها فعلا صح. احنا اللي دلعناه واحنا اللي عملناه كده وخليناه كده. كل ما حتى نشوف له شغلانه كانت امه تقول سيبه ما تغرش عليه. يلا هعمل ايه بس فيك؟ اعمل ايه يا رب بس؟ اعمل ايه؟ سيد مالك يا اخويا؟ الله اللي فيها مكفيني. طب بس في ايه؟ واحكي لي.
اللي حصل؟ والله حصل موقف معايا في الشركة. بنت صاحبة الشركة كنت رايح عشان أصلي، وأنت عارفة ده صيام، وقلت أحضر الجماعة. طبعا قامت فيا وعطتنا 10 أيام جزا. ايه 10 ايام؟ والمصيبة كمان الأول قالت 5، وبعد كده لما دخلت المكتب ورحت لها المكتب بتقول لي تعالى لي، دخلت المكتب لقيتها مبهدله المكتب، بتقول لي مين اللي بهدل ده؟ بقول لك ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت 10 ايام، بدل ما كانت 5 خلتهم 10. هي بتتلكك ولا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ يا سيد يا سيد، ما انا قلت لك الشركه اللي كانت طالباك دي انت اللي رفضتها وماسك في الشركه دي. ما انا ماسك فيها عشان ابوها الله يرحمه كان موصينا عليهم، وانا مش عايز اسيب الشركه عشان الشركه ما تقعش وتبوظ. الله يرحمه ويحسن اليه. وهي مش فاهمه كده. كان راجل خير ومحترم، بس دلوقتي هي عماله تمعطوح فيك شمال ويمين وتبهدل فيك، وفي نفس الوقت بتخصم لك ايام، واحنا في قبل نص يوم زياده يا سيد. ربنا اللي عالم، ده اخر 100 جنيه ابنك. اكيد انت اللي اديتها له. والله خطفها من ايدي. وابنك الاخر انا ناقص. ابنك الاخر مش فاهم اللي احنا فيه، مش حاسس باي حاجه خالص. انا مش عارف ابوه بيعمل ايه. ده انا حيالله باخد كام؟ يا اله الا الله يا رب. محمد رسول الله. طب روق يا اخوي. ما يقومش الا امتى؟ ناس صايمه وبتشتغل، وهو يفضل نايم طول الصيام، ويقوم يفطر ودنيته ماشي ويدور مع اصحابه ومع زمايله. ده يرضى ربنا يا ناس؟ لا ما يرضيش حد ولا يرضي. هيشتغل امتى وهيعقل امتى؟ ما كانش يعمل دلوقتي، هيعمل امتى؟ روق بس يا سيد وصلى على النبي كده. روق يا اخويا، ان شاء الله هتتعدل باذن الله. انت اقعد معاها مثلا واتكلم معاها بالراحه. بص يا بنت الناس، انا زهقت من الكلام، والولد ما بيسمعليش كلام خالص. انا اقوم اريح عشان انا تعبان اصلا. طبعا ما فيش اكل، اكمل نومي. لا هعمل من اللي في التلاجة، هعمل اكل من اللي في التلاجة. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب افرجها من عندك واهديها يا رب. اهدي صاحبة الشركة دي، مش جاية في وقتها خالص، مش جاية في وقتها خالص الخصم ده. ايه رايح فين؟ انا عبد الرحمن، لابويا عم سيد اللي شغال هنا في الشركه. عبد الرحمن ابن عم سيد؟ ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه خير؟ جاي في ايه؟ والله ابويا مزنوق في قرشين، انا عايز اخش المديره عشان ابويا بعتني للمديره اجيب منها قرشين عشان سلفه يعني لحد اخر الشهر. سلفه لحد اخر الشهر؟ عايز بس اخش المديره من هنا. خد يا عبد الرحمن، خد يا عبد الرحمن. ابوك مين اللي بعتك تاخد سلفه؟ ابويا عم سيد اللي شغال هنا، اللي شغال من تحت المديره، اللي ماسك المكتب المديره. متاكد ان ابوك هو اللي بعتك؟ ايوه ابويا اللي بعتني. ازاي؟ هو انت مش عارف ابوك هنا يا عبد الرحمن؟ ابوك هنا المديره مبهدلاه ومهزاه ومطلعه عينه ومتمرمط، وفي الاخر خصماله. بقى كل ده بيحصل معاه لسه من ساعه، هي دوب هيوصل البيت هيبعتك عشان تاخد سلفه؟ لا بس ابويا ما جاي البيت رايق يعني. جاي البيت رايق؟ استنى يا عبد الرحمن، عايزك استنى. ده قصده ايه؟ الكلام ده. اقعد عايزك. طب انا هقعد ليه؟ ما تدخلني. اقعد. بص يا عبد الرحمن، انا مش هطول عليك في الكلام. انا اعرف عنك كل حاجه، اعرف انك ما بتشتغلش ومحمل على ابوك ومحمل على والدتك. هو ابويا قال لك ولا ايه؟ مش محتاج يقول، الجواب بيبان. بس هو كده كده في كلام واصل لي كتير. ويا ابني ابوك ده راجل طيب ومستحمل كتير عشانكم. ايوه ماشي، والمفروض ان انت ابنه وظهره وراجله، ماشي، تثبت له بقى ده وتثبت للناس ده ان انت من صلب راجل وجايب راجل يشيل معاك المسؤوليه، مش يحمل عليك. هو انت اسمك ايه يا باشا بعد اذنك؟ انا محمد. بص يا عم محمد، انا اصحابه كلهم مبسوطين ومعاهم عربيات، واللي مسافر بره واللي هنا واللي هنا، وانا ابويا مش عايز يجيب لي عربيه اشتغل. ما تبصش فوق دماغك، بص دايما تحت رجليك. ممكن ربنا بينعم على ناس بالمال، ماشي، وبينعم على ناس بالصحه، وبينعم على ناس بالبنون، وبينعم على ناس بحاجات تانية. صح. مش لازم ينعم عليك بالفلوس زيك زي اصحابك.
ايوه الله اعلم اصحابك دول لو هم كويسين كانوا هيمشوا في السكه اللي هم عايزين ياخدوك فيها. لا. يبقى المال ده نقمه بالنسبه لهم. ايوه انت لازم تنزل تشتغل يا عبد الرحمن، لازم تقف جنب ابوك، لازم تساعده. مش لاقي شغل، كل ما اروح لواحد بيشحتني. استرجل وقول يا رب، وادي طريقك قدامك، وجه وشك لربنا كده وقول يا رب، وربنا مش هيخذلك، هيوجد لك بدل الباب 1000 باب وبدل الرزق 1000 رزق. لكن انا عايز منك وعد ليا انك تروح وتاخد ابوك في حضنك وامك وتطبطب عليهم وتقول لهم ان انا هشتغل وهقف على رجلي وهكون ليكم سند، ما تخليش حد حاضر يا يضغط عليك. محمد. مش حاضر بالكلام وخلاص، انا ماشي يا عايز عم الافعال. بعدي عليك انا نقعد مع بعضنا يا عم محمد. استنى، وقول لابوك ان انت رحت الشركه وعرفه، عشان لو جه وانا قلت له وعرف هيبقى في كلام تاني. لا واللي يفيد بيه يعني اللي بتعمل ده يا عم محمد يعني. يبقى خلاص توعدني. لسه متعرفين يعني. يبقى توعدني. ابويا لو عرف هيزعل مني، وانا مش عايز خلاص. ابويا يزعل مني اكتر ما هو يبقى انا مش زعلان هجيب له مني. سيره مقابل انك تسترجل وتبقى في دراعه. وانت مش شايفني راجل ولا ايه؟ عبد الرحمن ماشي يا عم محمد. افهم بس ما تقولش كلامي. لابويا كده عشان ابويا ما يزعلش. حاضر يا عبد الرحمن. ماشي يا عم محمد. ماشي. انا معتبرك برضو زي اخويا الكبير ومقدرك. وانا هستناك تيجي تقعد معايا تاني. هجيلك استناني هجيلك. السلام عليكم. مع السلامه. ربنا يهديك يا ابني. مش عارف ابوك هيعمل نورك ايه ولا ايه، هيعالج فلوس ولا هيعالج الشباب اللي انت ماشي معاهم، ولا يعالج السلف اللي جايه تاخدها من وراه، ولا ربنا يهديك يا عبد الرحمن. ايه ده؟ هو ابويا كمان سيح لي هنا في الشركه كمان اللي انا ما بشتغلش ولا ايه؟ ولا الراجل ده بيقول اي كلام وخلاص ولا ايه؟ وازاي المديره بتهزق ابويا والكلام اللي انا سمعته ده؟ استاذه نغم. ايوه يا محمد. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. معلش انا كان ليا سؤال بسيط عند حضرتك. في ايه يا محمد؟ عم سيد ماله؟ انا ملاحظ ان حضرتك بتعامليه معامله كده، يعني لما زعقتي له قدامي على موضوع الصلاه، الموضوع ملوش علاقه بالصلاه خالص. انت استحاله تمنعي واحد انه يتعبد لربنا ولا يركع لربنا. بص يا محمد، سيد ده بالذات بقى انا بتلكك له. بتلكك له وهطرده من الشركه دي بفضيحه، مش طرد عاديه كده. ايوه بالظبط. ده من مؤسسين الشركه وكان صديق باباك الله يرحمه الروح بالروح. ايوه بالظبط، ما هي دي المصيبه ان بابا كان طيب معاه وكان بيعامله كويس، عشان كده بقى بالشكل ده. لكن انا مش هسكت له، وهيطلع من الشركه دي بفضيحه كبيره جدا. ده ربنا وبكره يعينه، تشوف. ربنا يعينه على اللي هو فيه. يعني بقى خليك في نفسك يا محمد بقى. ماشي يا استاذ. مش هينفع، لا الكلام صح بتاع الامن اللي قالوا لي. ده هجاز لابويا مصيبه. يا لهوي، ده ابويا ناقص مصايب مش كفايه. ايه ده يا ربي؟ حته واحده بنت معصعصه زي دي مديرة شركه تتحكم في ابويا، وايه هزقت ابويا وانا واقف ما قدرتش اتكلم. انا اللي وصلت نفسي كده، انا اللي خليت ابويا يتهزق وانا واقف. انا اللي استاهل ضرب الجزمه. لو ماشي عادل كان شويه ده يبقى حاله. ليه؟ ابويا مش على قد زي ما ابويا بيقول، وامد ايدي امد رجلي على قد زي ما امه بتقول. انا ليه امشي مع الصحبه دي؟ لا، لازم أنا اشتغل، لازم أنا اجيب فلوس، لازم أنا اقف جنب ابويا. ابويا بيتهان وفي الاخر واحده هانت قدام عينيا وانا ما قدرتش افتح بوقي معاها. يا رب يهديك يا ابني، يا رب يهديك يا ابني ويسترك دنيا واخره، كون عون لابوك يا رب. عبد الرحمن انت جيت؟ عبد الرحمن ماله ده؟ مالك يا ابني؟ عبد الرحمن انت كنت خارج كويس، مالك يا حبيبي؟ ماليش ياما. مالكش ايه؟ انت كنت بتتنطط من شويه، ال 200 جنيه عملت فيك كده؟ انا اخش الاوضه محدش يخش عليا. يعني ايه محدش يخش عليك؟ خد يا ولد. عبد الرحمن ماله ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
ده زعلان، تكون راحت منه 200 جنيه مش مشكلة، تروح في داهية عادي، المهم هو يبقى كويس. يا رب استرها يا رب، يهديه لنفسه يا رب، يهديه لنفسه ولدينه، يهديه لدينه ولأمه ولأبوه يا رب. يا رب نجيه من كل شر واحميه واحفظه يا رب. استرها، ملناش غيره يا رب، ملناش غيره. ده انا شحتة منك يا رب، انا شحتة منك انت يا رب. يا رب خليهولي واهدهولي يا رب، نجيه من كل شر وابعد عنه ولاد السوء. وارزقك يا سيد، ارزقك برزقنا يا رب، ارزقه برزقنا يا رب. يا رب حنن قلب المديرة دي عليه، عشان اللي بتعمله معاها ده كتير يا رب. ايوه يا استاذه نغم، حاضر، نص ساعه بالظبط اكون معاكي. لا بسرعه والله مش هعوق، اهو جاي لك. سلام. في ايه يا سيد؟ ربنا يسترها. في ايه يا استاذه نغم قلت لي عايزاك دلوقتي ضروري. ليه بس؟ اكيد في مصيبه. يا رب استرها، احنا مش قد المصايب. استرها يا رب. ما تروحش يا سيد، ما تروحش يا اخويا. ازاي؟ ايوه ما تروحش. ليه عايزاني دلوقتي حالا؟ قلت لي تعالي لي دلوقتي وسطها قد كده. اعتذر منها وقول لها تعبان مش قادره اجي، قول لها اي حاجه. مش هينفع اقول لها كده، ده قلت لي انا عايزاك ضروري، اكيد مجهزه لي فخ ولا طب اجي حاجة. معاك؟ هتيجي معايا ازاي؟ ما طب ينفعش أعمل تيجي إيه؟ معايا. طب اعمل ايه؟ اكيد مدبره لي مصيبه. يا رب استرها. انا مش عارف يعني انت بعد الكلام اللي تقوله لي ده عايزني اقعد كده؟ معلش اصبري. يا خبر النهارده ببلاش بكره هيبقى بفلوس، ولا يا خبر النهارده بفلوس يا رب بكره استر. ببلاش. بقول لك ايه، ادعي لنا كده ربنا يسترها علينا. يا رب يا رب اهديها لك مش يا رب. عارف هي حاطاني في دماغها ليه، بس مش عارف اعمل ايه بس معاها. كنت اللي لا اله الا الله يا رب. روح يا اخويا. طيب روح ان شاء الله ما تروح من الدنيا ابدا. روح. الولد راح فين؟ جوه في الأوضة. نايم. ايوه يلا ربك يسترها. يا رب يا رب، والنبي استرها يا رب من عندك، الستر من عندك انت يا رب. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا رب؟ يا رب. عبد الرحمن، ابوك عبد الرحمن، عبد الرحمن، هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الواد ده جه وهو ساكت، دخل الاوضه شويه وبعدين طلع جري، يكون بيتخانق مع حد. يا دي المصيبه، اروح فين واجي منين يا ربي؟ اروح فين واجي منين؟ انا ما عدتش عارفه اعمل ايه. الراجل اللي الست دي متلككاله، الولا اللي تايه في ملكوت الله. يا رب حلها من عندك بقى يا رب، حلها من عندك. استاذه نغم، ايوه يا محمد، في ايه؟ ايه ده يعني حضرتك رجعتي تاني؟ معلش نسيت حاجه كده وجاي اخدها. طب خير. بقول لك ايه، لما عم سيد يجي ابعتهولي على طول المكتب. خير؟ طيب في حاجه ولا ايه؟ انت هتحقق معايا ولا ايه يا محمد؟ في لا، ايه؟ مش متعود لحضرتك. يا محمد يا ابني، يا عم سيد، ما تعرفش الاستاذه عايزاني في ايه؟ يا استاذ، يا استاذه، انت وصلت؟ ربنا يستر. ايه يا سيد؟ يا استاذه نغم، ايه امري. ايه الورق اللي عندي في المكتب ده؟ ماله الورق؟ انا لقيت الميزانيه خسرانه 10000 جنيه. راحوا فين دول؟ 10000 جنيه؟ ايوه يا عم سيد، هو انت مش انت اللي تابع الحسابات وانت المسؤول عن الحسابات في الشركه؟ طب وانا هاخد حاجه زي كده؟ يعني مثلا انا اللي هاخدهم واقول انت سرقتهم مثلا ولا ايه؟ هاخد من شركتي مثلا؟ انا عمري ما اديت ايدي على حاجه، ولا عمر حد ثبت عليا حاجه. يا حاج سيد، محدش مسؤول على الحسابات هنا الا انت، ولو في اي حاجه في الميزانيه هتبقى انت اللي خدتها. يا استاذه نغم، استاذ سيد موجود في الشركه بقاله سنين وعمرنا ما سمعنا عنه حاجه زي كده. استاذه نغم زي ما قال لك كده، اقسم بالله ما اديت ايدي على حاجه. يا سلام، ولا خدت هصدق حاجة. انا بقى بالصعبانيات الفاضيه بتاعتكوا دي. اسمعيني، لا انا ما بسمعش حد. والله. سيد، الفلوس يا ترجع يا اما هسلمك للشرطه. هجيبها منين؟ ماليش فيه. ده انا ما اتصرف بدفعش جنيه. اتصرف يا ده سيد. كان اخر 200 جنيه اتصرف. خدها ابني، ما معيش ولا جنيه. همد ايدي ليه طيب؟ ده اخر كلام عندي. بقول لك ايه، ما تقعدليش تعمل لي صعبانيات وايه وفاكر ان انت هتصعب عليا واقول لك لا خلاص خلاص يا سيد. انت بالك انت 10 سنين وبابا كان بيحبك وبيحترمك وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. بقول لك انا عندي الفلوس بقى ما بسميش، انت تجيب لي الفلوس قدامك اسبوع، وده طبعا ده كرم مني ان انا اديتك الاسبوع ده. اسبوع واحد الفلوس توصل لي، لو ما وصلتش ما تزعلش بقى من اللي يا هيحصل. استاذه نغم، اول حاجه هعملها ان اسلمك للشرطه. الشرطه؟
بعد العمر ده كله هزرق امد ايدي. خلصت كلامي. طب اتصرف وزي ما قلت لك. انا عملت ايه؟ قول لي. مش عارف. انا عملت ايه؟ لا استحاله اصدق فيك حاجه زي كده. انا مدت ايدي. استحاله. انا عمري اعمل انا جيت كده. عليك في الشركه هنا يقولوا بالك 25 سنه مع الحاج، عمرنا ما سمعنا عن حاجه يا زي ما كده. كان في فلوس قدام. طب انت عملت لها ايه طيب عشان تعمل معاك كده؟ اكيد في حاجه. انا اعمل ايه بس؟ ما انت شايفني. لا اله الا الله. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ طب اروح فين دلوقتي؟ اجيب منين؟ طب مبلغ زي ده طب راجع اتصرف فيه ازاي؟ حساباتك وشوف يمكن فعلا الفلوس دي انت واخدها او حاجه. يا محمد انا عمري ما هعمل كده ولا حتى مد ايدي على فلوس حد. اروح فين تاني بس يا ربي؟ طيب افرض اللي هي بتتكلم في كده، طب انا الفلوس دي هجيبها ازاي؟ اعطيك اسبوع. اسبوع. طب انا اسبوع اعمل يا ايه؟ اما تسلمك للشرطه. طيب حتى لو انا ما خدتش وعاوز اعمل كده هثبت على نفسي لما طب ارجع هدي- الفلوس هدي دي. نفسك. طيب ولو ما رجعتهاش تحبسني؟ طب هدي نفسك. طب اروح فين؟ هدي نفسك بس. ومراتي وروح رايح دلوقتي. تتصرف ازاي؟ روح ريح وتعيش دلوقتي يا عم ازاي؟ سيد. سيبها على الله. لا اله الا الله يا رب. سيبها على الله. اتصرف ازاي بس يا ربي؟ معلش يا عم سيد. روح انت ريح دلوقتي يا عم سيد. ماشي روح. اروح. ماشي يا ابني. ربنا يستر عليك. منك لله. اروح فين تاني دلوقتي؟ اروح لمين اقول له اديني؟ لما انت عاوز تمشيني ما تجيبهاش كده، ما تقوليش عليا، تتبلى عليا. يا يابا، ده انت طلعت جبل. كل الظلم ده وساكت عشان خاطر مين؟ ما انت الغبي، انا الغبي، انا اللي وصلت ابويا لكده، انا اللي عملت كده. لا كده بس ليه؟ ليه يا رب؟ يا رب سيبك النبي يا رب. اقف معايا، اقف معايا، طلع ابويا من المحنه اللي هو فيها دي. انا عملت كده ازاي في ابويا؟ وصلته للدرجه دي ليه؟ انا عيل غبي، عيل غبي، عيل حمار، عيل حمار. ليه كده؟ يابا. يا رب، يا رب. عبد الرحمن قعد لي كده، مالك في ايه؟ تعبان. ليه كده؟ تعبان عشان شفت ابويا، شفت ابويا. صدقت اللي انا قلت لك عليه؟ ما قدرتش اتكلم. طب ما بس. قدرتش يا محمد، ما بس. قدرتش. انا عايز اموت نفسي طب دلوقتي. بس لا، الموت عمره ما يكون حل. اسمعني، اسمع يا ابني. انا اللي عملت كده. لا انا خلاص، بايدك تعالج، بايدك تعالج كل حاجه. اعمل ايه؟ والنبي ابوس على ايديك، ابوس على ايديك ابويا. بايدك أبويا تعالج مش كل أنا. حاجه. روح دلوقتي، خد ابوك في حضنك وهديه، وانا هكون لقيت لك حل، ونتقابل انا وانت بعد الشغل واقول لك هنعمل ايه بجد ان شاء الله. بس حبيبي يا عايش. استاذ محمد، سيبها على الله الله. يخليك، سيبها على الله. الله يخليك. روح بس، اهم حاجه تطمن على ابوك. ماشي. اوعى تسيبه لوحده. لا لا ماشي. لا. وبالليل هنتقابل انا وانت، او بعد ما اخلص الورديه قبل ما اروح، ونتقابل ونقعد واقول لك هنعمل ايه. ماشي ماشي. لا اله الا الله، عد زمن. يا استاذه، هي يا محمد. حضرتك ماشي ان شاء الله؟ ايوه، عايز حاجه ولا ايه؟ لا، محتاجه حاجه تاني من الشركه اقفل وامشي؟ لا مش محتاجه اي حاجه، قفل يلا. معلش انا كنت عايز اسالك على حاجه. انت بتسال كتير قوي يا محمد، معلش. وانا بقيت اتخنق بصراحه. هو فعلا استاذ سيد واخد الفلوس دي وناقصه من الخزنه؟ لا طبعا ما اخدش حاجه. هو انا مش قلت لك يا ابني؟ قلت لك انا هطلع سيد ده من الشركه بفضيحه، ولسه اللي جاي تقيل قوي. لا اله الا الله، مش عارف اقول ايه. اقول هي صح ولا هي غلط؟ بس أنا لا، راجل طيب وبقاله في الشركه 25 سنه، وكله بيقول انه حاجه كويسه. ليه بتعمل معاه كده؟ ايه اللي عمله معاه عشان تعمل كده؟ يلا ربنا يعينه على اللي هو فيه. اما اقفل انا بقى الشركه،
ممكن ايه اقابل عبد الرحمن قبل ما اروح وانام. سيد، ايه اللي حصل؟ كان فيها ايه مالها؟ في ايه يا سيد؟ مش قادر اقول لك. مش قادر تقول ايه؟ اللي حسبته لقيته. ايه اللي حصل؟ لقيتها مدبره لي مصيبه. مصيبة ايه؟ وسرقت في 10,000 يا مصيبتي يا مصيبتي. خرابي. والمصيبه بتقول لي قدامك اسبوع لو ما جبتش ال 10,000 جنيه احبسك. انا مديت ايدي على حاجه حد. انا هسرق؟ والله ما سرقت ولا مديت ايدي على حاجه حد. اعمل ايه بس يا حسبي رب؟ الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. قولي لي هعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اهدى يا اخوي اهدى. احنا نروح للبيت ونقعد في الشارع. طب قول لي نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بيع الشاشه. الشاشة ده ما تجيبش 200 جنيه. بيع الانبوبه. ولا اقول لك بيع الثلاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. والمصيبه حتى لو اديتها الفلوس مش هينفع اشتغل في الشركه. مش هعرف افتح عني في حد. كده هتثبت عليا اللي انا حرامي، اللي انا بسرق. وحتى لو ما اديتهاش الفلوس بقى هتحبسك. اعمل ايه بس يا ربي؟ يا دي المصيبة اللي طبلت على دماغنا يعني. يا دي المصيبة اللي طبلت على دماغنا. اروح فين ولا اجي منين؟ بص يا اخوي، بص احنا الاوضتين والكنب ده والحاجات دي كلها هنبيع. عفش البيت كله هنبيع. هنقعد على الارض مش مشكله. المهم ان انت تبقى بخير وتسيب الشركه دي. لا بس الغضب اللي جه عليا ده اهو ده الاصل. انا ما عملتش حاجه. انت ماسك فيه. ما عملتش حاجه ولا عملت لي حاجه. ده انا امين على الحاجه بتاعتها. ده انا بحرص على حاجتهم. ده بقى موصيني عليها. ده اخرة الوصيه. هي عملت حساب لابوها ولا عملت حساب لحد خالص؟ ده بعملها بس. قوليلي صرفيني اعمل ايه؟ انا زي ما بقول انت تنزل تشوف لنا حد من اللي بيشتروا العفش القديم وياخد التلاجة والبوتاجاز وكله، يشيل كل حاجه وتروح تخلص الموضوع ده. ما تقعدش يا اخويا ليله وانت عليك الفلوس دي. طيب فداك اي حاجه. طب وبعد كده اشتغل فين؟ هتشيل رمل. انا هشتغل خدامه في البيوت. المهم انك انت ما تقعدش في الشركه دي. وانت بعد العمر ده كله وانت اللي هتشتغلي؟ مش مهم. المهم ان انت تطلع من المصيبه دي. طب امك انا هروح افك الانبوبه بتاع الغاز واطلع التلاجة بره واشوف اي حد يجي يشتريهم. وشوفي اي حاجه مستغنين عنها نبيعها بالمره. لا اله الا الله يا رب. لا اله الا الله. اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. رب اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف في ايه. اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. ايه يا عبد الرحمن؟ اتصلت بيا وجبتني على وشي. الحقني. خير؟ الدنيا باظت خالص. لا اله الا الله. امي وابويا عمالين خاربين الدنيا في البيت. هيبقوا عفش البيت. خبر ابيض. طب والحل؟ ناوي تعمل ايه؟ لازم اشتغل، لازم اساعد باي حاجه، لازم اعمل اي حاجه، لازم اتحرك. انا كده هتعب، انا كده هتدمر، انا كده هدمر نفسيتي هتتعب. بس اهدى سيبني افكر. اهدى ولا ايه؟ انت مرزق عشان خاطر ابوك وامك طيبين. الله يبارك لك. الحقني. انا كان ليا واحد صاحبي شغال في شركه في السعوديه. تمام. وباعت تاشيره على مكتب وقال لي شوف لي واحد يجي يشتغل معايا. كلمه دلوقتي. تمن التاشيره دي اصبر. كلمه. اسمع. تمن التاشيره دي 25,000 جنيه. وحظك الحلو انه مش هياخدهم الا وانت هناك في الشغل. تمام. ايه؟ انا موافق. همشي دلوقتي بس عندي شرط. ايه؟ بالله عليك يا محمد، انا عايز منك حاجه واحده بس. قول يا عبد الرحمن. انا بتواصل معاك وانا هناك بس مش عايزك تعرف ابويا. ما تعرفوش. ما اعرفوش ازاي؟ ما هيقلق عليك. لا يا محمد، عشان لو انا نجحت هاجي هنا واطلع ابويا من الورطه اللي هو فيها دي وخليه يعرف اللي هو خلف فعلا يا محمد.
ابويا محتسب ايه يا محمد؟ انا بني ادم فاشل. ما هو ربنا هو يرزقك بالشغلانه دي وهتعوضها عن كل شيء. ماشي، عشان لو نجحت يبقى ربنا كرمنا وهاجي لازم اطلع ابويا من تنجح. المحنه اللي هو فيها دي. لازم تنجح. ولو يا عبد الرحمن. فشلت لازم تتحدى كل حاجه. ما يعرفش عني حاجه يا محمد. اسمع مني، لازم تتحدى كل حاجه وتقف على رجليك وتبقى راجل وتثبت انك فعلا قد المسؤوليه وترفع راسي هناك في الشغل ده. لا والله العظيم خلي بالك هتشرف بيك وهناك هيقولوا لك هم بنفسهم. انا هوصل لك راتب الكلام حلو يا ده عبد الرحمن. هثبت لك يا محمد. انت مش صاحبي، انت اخويا، انت اخويا يا عم ما تقولش كده. ابوك برضه له خير عليا كتير وياما وقف معايا وانا هناك في الشركه. الله يبارك لك. وياما اداني. انا مستغرب ازاي اصلا الاستاذه صاحبه الشركه دي معرفش. ما تجيب لي سيرتها يا محمد. يعني محمد ما تجيب لي سيرتها، مش عارف تتدمر يا محمد. طب بس استنى انا هتصل على بسرعه يا محمد، بسرعه يا محمد. بقول له ان انت من بكره هتبدا تروح المكتب تخلص من دلوقتي لو عايز، لو في طيارات من دلوقتي خليه يعمل لي كل حاجه دلوقتي يا محمد. يا رب بس خلاص يا رب. يا عبد العزيز عامل ايه؟ يا رب. الحمد لله يا باشا. بقول لك يا عبد العزيز، رب يوفق. انا ربنا كرمني ولقيت لك الراجل اللي انت عايزه في الشغل عندك وجاهز من دلوقتي وشنطته جاهزه. راجل بص، لا بيشرب سجاير ولا له في اي حاجه، لا برشام ولا وهتلاقيه معاك ملتزم وبتاع شغل وهيرفع راسي. لا ما انت قايل لي مش هيدفع فلوس الا لما يجي لك هناك، واعتبر الموضوع خلص وانا هركبه لك الطياره وابعته لك ان شاء الله. عبد العزيز اعتبر محمد هو اللي عندك، عبد الرحمن اخويا. ماشي يا عبد العزيز، ماشي، يلا السلام عليكم. محمد مش بقول لك يالا، مش هنساك يا محمد. مش بقول لك يالا، ربنا ما هنساك. تعالى دلوقتي يا محمد ودينا الطياره. يلا دلوقتي مشينا يا محمد. دلوقتي احنا لسه في حاجات هنخلصها. 3 سنين مروا يا عبد الرحمن ولا اعرف عنك حاجه. عايش ولا تحت التراب يا ابني؟ ليه تعمل فينا كده وتسيب ابوك في اللي حصل؟ ولا منك وقفت جنبنا، ولا منك حتى يا ابني سندت ابوك، ولا منك عرفتنا انت فين. كده يا عبد الرحمن قلنا عليك. ايه بقى، هنفضل كده على طول؟ مفيش حاجة. عندي بقى خبر حلو هيفرحك قوي. مفيش حاجة تفرحني قد ان اشوف ابني. ماسكه الصورة. طيب على العموم ابننا ما حصلوش حاجة. بتقول ايه يا عبد، بتقول ايه يا سيد؟ اصبري. ابني فين؟ فين؟ ونزل النهارده المطار. مطار؟ هو كان فين اصلا عشان ينزل المطار؟ اللي انا عرفته في واحد من اصحابه طمني وقال لي اللي هو نزل المطار وكان مسافر بره. مسافر بره؟ وبقول لي رجع بيه حاجه حلوه، حاجه مشرفه. وبقول لي بقى لابس ومتهيأ اللي يشوف ما يعرفوش. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول اي كلام عشان تصبر قلبي بيه. لا افرحي، انا اكدت على الكلام. افرح. ابني ما جرالوش حاجه. ابني كان مسافر بره. طب الفرحه ما كانش سايعانك. سافر ازاي ومنين؟ وليه ما كلمناش؟ ليه ما طمناش عليه؟ اللي حصل بقى، بس الحمد لله اللي هو رجع. طب انا عايزه اروح له وديني المطار اللي هو فيه. اصبري، اكيد طبعا هيجي يدور على ابوه وامه. اصبر على ايه؟ مش هينفع يسيبنا كده. هو عاد في صبر بعد السنين دي كلها. ده انا ساعه سمعت الخبر بقت ابكي وبقت فرحان. اخيرا هشوفه. اقول ايه؟
الحمد لله يا رب. طب ربنا طب انا هقوم رجعوا لي بالسلام وطمن قلبي. هقوم احضر له كل الاكل اللي هو بيحبه واعمل له كل حاجه واجهز له. انت عارف ان البوتاجاز صغير بعين واحده، على ما الحق اعمل له كذا اكل يكون الوقت عدى. اعمل ايه؟ انا هقوم بسرعه، هقوم بسرعه. السبب انا هقوم بالراحه. ابني حبيبي، ابني جه. الحمد لله يا رب اللي طمنت قلبي ورجعتولي بالسلامه. انا كنت مكسور وظهري كان فاضي، ده انا كنت من غير ولا حاجه. ابني الوحيد سندي، هو ده سندي، هو ده روحي، هو ده عقلي، هو ده اللي في الدنيا كلها. الحمد لله، الحمد لله يا رب. اتأخر ليه ده؟ يا محمد، محمد. السلام عليكم. ايه يا محمد؟ اتأخرت ليه؟ انت مش عارف اللي احنا فيه؟ معلش والله مسافة الطريق. طريق ايه بس وبتاع؟ انت عارف ان انا في موقف صعب. المستثمر ده لو ما جاش النهارده انا خلاص الشركه ضاعت مني. لا 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 ما تلاقيش، انا مأكد عليه وان شاء الله ان شاء الله النهارده هيكون موجود معانا. بالله عليك يا محمد، انا مش عارفه اعمل ايه، انا في موقف صعب خالص. هيحول هو الفلوس على طول للشركه اللي عامله الحجز. على الله تصدق، على الله تصدق يا محمد. ان شاء الله. انا خلاص، انا هدي اعصابك يا من كتر أستاذة. المشاكل خلاص بقيت اعصابي تعبانه. مفيش اي حاجه وان شاء الله خير. بس عايز اقول لك على حاجه. قول يا محمد، قول. ان ده ذنب الناس برضه بيخلص. ياما كلمتك وقلت لك كان الله يرحمه بابا دايما في ظهر المحتاج مش في وشه وبيصده. ايوه الظاهر ان انا بقيت فعلا غلطانه. افتريتي على ناس. انا اسف اني بتكلم معاكي كده، بس انت زي اختي ولازم اديك النصيحه دي واعرفك السبب اللي انت وصلتي له. اللي وصلك لكده انك ظلمتي عم سيد. وبعدين بص يا عم محمد تعالى اتفضل. محمد عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. لا لا والله ما يحصل. لا والله انا بقول لك اقعد. لا والله ان شاء الله مش هينفع لا اقعد. لا اتفضل. بص يا عبد الرحمن بكلم حضرتك حبيبي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. معلش السلام بيقلب دماغي. بعد اذنك بس انا كنت جاي بس يا محمد، عايز النسبة 51%. ايه؟ لو رافضين انا ممكن امشي. لا اسمعني بس هو كده. لا اتفضل استريح. 51% يعني. اصبر بس يا محمد، انت كده هتاخد مني الاداره. عندك حل؟ هو ده الحل اللي عندي. مقتنعين مش مقتنعين بالكلام انا ممكن امشي عادي. للاسف في شركات تانية متنية اللي هي تقبلني. لا اتفضل بس نتفاهم. هو فعلا انا ما عنديش حل تاني، المضطر يركب الصعب. انا هعمل ايه؟ في حاجة كمان معلش، عندي شرط. شرط ايه تاني؟ هو في حاجه اكتر من كده؟ يبقى عم سيد يبقى المدير. عم سيد؟ هو ايه علاقه حضرتك بعم سيد اصلا؟ بصراحة اصل هو راجل كريم قوي، انا عمل معايا جميلة مش هقدر انساها له يعني، فهخليه المدير. ومن هنا ورايح بقى اللي هيبقى مدير الشركة دي سيد خميس يا محمد. سيد خميس؟ اللي انت هنتيه، اللي اتبليت عليه ب 10000 جنيه وخليته باع الحاجات بتاع البيت. ما علينا، عارفة تبقى مين؟ عم سيد؟ ايه ده؟ اتفضل. ايه الكلام ده؟ تعالى يا والدي. هو ايه علاقتها؟ بعد اذنك اطلعي من مكانك، اطلعي. ابني تعالى يابا. عم سيد؟ دلوقتي اقدر ابوسك. ابنك؟ تعالى. انت كنت فين ده كله؟ اقعد هنا يابا. اقعد فين؟ اقعد هنا. انت علاقتك ايه بهنا؟ انت مدير الشركه دي يابا، انا شريت لك الشركه دي كلها. فاكر اللي عملته معاك استاذه نغم دي هتبقى شغاله عندك في البوفيه تعمل لك شاي. ده لو رضت تشتغل برضه انا ما عنديش مانع. مش عايزه تشتغل اتفضل، الشارع مفتوح. بتجنن ده ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ اقعد يابا. انا كنتش مصدق نفسي. فاكر الراجل ده؟ فاكر يا محمد؟ فاكر لما انت ابويا انا كنت واقف ورا الباب بسمعك ما قدرتش اتكلم. عارفه ليه؟ كان لازم تعالج الموقف ده يا استاذ نغم. ما كانش معايا فلوس اتكلم ولا كان حيلت حاجه، كنت بني ادم بايظ. بس البركه برضو ترجع للاستاذ محمد الله يبارك له. فضل ربنا. والفضل برضو ربنا، بس برضو فضل الاستاذ محمد. انا عارف هو اللي سفرني بره واشتغلت في شركه كبيره قوي واتعلمت حاجات كتيره قوي انا ما كنتش اعرفها. محمد انت دلوقتي هتبقى من تحت والدي، ده لو انت رضيت. والعربيه بتاع الهانم بتاع الشركه اتسحبت منك هتبقى مع محمد.
تمام. ولو وافقت تشتغل في البوفيه زي ما قلت لك، تعمل للوالد شاي، ده حاجه تبقى حلوه بصراحه. ما وافقتيش تقدري تمشي. واقول لك على حاجه كمان، حسابك في البنك 0. بعد اذنك يابا هروح لوالدتي البيت. روح يا ابني. اتفضل يا محمد الشنطه دي. عايز اسالك سؤال. تحفظ بالحساب ده. ليه عملت فيها كده؟ السلام عليكم. ليه اتبليت عليا وانت عارفان ان انا ما بسرقش وما بديش ايدي على حاجه حد؟ ليه تعملي فيا كده؟ انا مش عارفه اقول لك ايه يا عم سيد. انا اسفه. انا فعلا اتعلمت من المواقف اللي انا اتعرضت ليها، ان انت كنت احسن حد في الشركه، وكنت انت اللي ممكن تساعدني. انا كانت دماغي كلها بقول لا، الشركه لازما دم جديد ولازما شباب اللي يديروها، لكن الناس القديمه دي معقده وناس كده عندها يعني ما عندهاش فكر متطور للشركه ومش هتفيدني في حاجه. فقلت لا، انت بالنسبه لي يعني كمالة عدد، مالكش لازمه في الشركه. انا اجيب ناس متطوره وناس عارفه تكنولوجيا وحاسبات وناس متعلمه بقى تعليم جديد، هم اللي هيفيدوني وهيطلعوني للسما.